السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفرتنا في رمضان ما بتخلاش من العناب. وطبعا احنا كلنا من عشاق العناب وليه فوائد كتيرة جدا، وبالذات في مرضى الضغط. الضغط طبعا لو عالي بنوطي بيه الضغط، ولو واطي برضه بنعلي بيه الضغط شوية، اذا كان سخن او اذا كان بارد. وهنقولك ازاي تعملي العناب بطريقة سهلة وبسيطة، عشان توفر عليكي الوقت والمجهود في رمضان. طبعا وقتنا في رمضان بيكون ضيق جدا، عشان طبعا عايزين نقدس الوقت بتاعنا لقراءة القرآن وايه وعبادة الله، ما يبقاش الوقت بتاعنا كله للأكل وللشرب. طبعا انا هقولك بقى دلوقتي على المقادير بتاعتي سهلة وبسيطة، وايه هتجيبيها على طول من عند ايه العطار. هتجيبي الكركديه، هتجيبي الوردة اللي هي الكاملة، بلاش تجيبي اللي هو المكسر، هاتي الوردة الكاملة بيكون تركيزه اكتر واحلى. هنجيب منه، هناخد منه شوية بشوية كده ونحطه في الكبة لحد ما نطحن كوباية كاملة من الكركديه. وعلى كوباية كركديه هنحط كوبايتين من السكر. ده المعدل الأساسي. انت بقى بعد كده لو عايزة تزودي سكر دي براحتك انت. تمام. انا هجيب بقى كده معايا كوباية مية فترة، وبعد كده هنزل بيه اندي بيه المكونات بتاعتي، هنديها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهقلب، هحط شوية على ايدي وهقلب المكونات بتاعتي مع بعض لحد ما يندي ويبقى خليط رملي كده معايا. انا خدت بالظبط ربع كوبايه على المكونات بتاعتي، كوبايه من العناب على من الكركديه على كوبايتين من السكر، خدت عليهم ربع كوبايه من الميه. وهبتدي اني انا اكيسهم بالشكل اللي انت شايفاه ده، اهي احفظه في التلاجة. تمام. يتحفظ براحتك بقى زي ما انت ما عايزه تحفظيه في اكياس، عايزه تحفظيه في برطمان، براحتك جدا. بس انا بسهل عليكي، وكمان عشان ما ياخدش مكان في التلاجة. هتخرجي منه الهواء وتطبقيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده بتحطيه في التلاجة عادي جدا. تعالي بقى اقولك تعملي ازاي المشروب بتاعك اذا كان سخن او اذا كان بارد. طبعا احنا عشان في رمضان عايزه تركيز العناب يكون اقوى. اعمليه بميه سخنه، اعمليه قبل الفطار بميه سخنه، وبعد كده سيبيه حطي له التلج بتاعه ساعه الفطار. لو انت وقتك كان ضيق وعايزه تعمليه بسرعه، خلاص اعمليه بميه ساقعه عادي جدا، مفيش اي مشكله. وهتحطي له التلج بتاعه. بس طبعا هتكون كميه ال العناب هتكون اكتر، يعني الكوبايه عليها معلقه من العناب اللي انت هتعمليه، وهو ده هيكون الشكل النهائي بتاعه. بصي انا خدت من كوبايه عملت منه كميه قد ايه، وبصي تركيزه، بصي شكله عامل ازاي، ولونه تحفه. لونه حلو جدا وطعم ممتاز. طبعا كلنا عارفين طعم العناب، محدش هيتوه عنه. وبألف هنا وشفا.